الإخوة المواطنين، أتوجه إليكم بتحية من القلب، وأعبر لكم جميعا عن خالص الشكر والامتنان. لقد كانت قلوبكم معي خلال علاجي في ألمانيا وبعد عودتي لأرض الوطن، وكنتم إلى جانبي بمشاعر شعب وفي أصيل أعتز بها كل الاعتزاز. إننا وبعد 28 عاما من تحرير سيناء لا نزال في رباط نحرص على السلام ونلتزم به، طالما بادرت إسرائيل حرصا بحرص والتزاما بالتزام. لقد أطلقت عام 2005 عملية شاملة للإصلاح، بادرت إلى ذلك متحملا مسؤوليتي كرئيس للجمهورية من أجل مجتمع متطور لدولة مدنية حديثة تعلي قيم المواطنة، تنأى بالدين عن السياسة، تمتلك المقومات الذاتية للمضي للأمام، تعزز تفاعل ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية، تعي الأبعاد الاجتماعية للإصلاح والتحديث والتنمية. إنما تشهد مصر اليوم من تفاعل نشط لقوى المجتمع هو نتاج ما بادرت إليه منذ 5 أعوام مضت، وهو دليل على حيوية المصريين وشاهد على ما يتمتعون به من مساحات غير مسبوقة لحرية الرأي والتعبير والصحافة. وأقول بكل الصدق والمصارحة أنني أرحب بهذا التفاعل والحراك المجتمعي طالما التزم بأحكام الدستور والقانون وتوخى سلامة القصد ومصالح الوطن. لا ينبغي أبدا أن يتحول هذا التفاعل والحراك النشط إلى مواجهة أو تناحر أو صراع، وعلينا جميعا أن نحاذر من أن يتحول التنافس المطلوب في خدمة الوطن لمنزلقات تضع مستقبله ومستقبلهم في مهب الريح. ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية العام الحالي والرئاسية العام المقبل، أعاود تأكيد حرصي على نزاهة هذه الانتخابات